السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد وفريد من نوعه في القناة. الفيديو تاع اليوم راح يحكي على تحدي للدراسة وتحفيز للدراسة، شيئين في فيديو واحد ولا موضوعين في فيديو واحد. كيفاش راح يكون هنالك تحدي وكيفاش راح يكون هنالك تحفيز. الكثير منا والكثير منكم وأنا واحدة منكم ما قدرناش نقراو وما قدرناش نراجعوا الاختبارات عن قريب، وما بقاوش إلا 5 أيام وتنتهي العطلة، ومازال ما قرينا والو وما راجعنا والو، ورانا حايرين كيفاش نقراو، كيفاش نريفيزيو، وكيفاش نداركوا الوقت الضائع اللي ضيعناه فقط في الأكل والنوم والتليفون والسوشيال ميديا. أول شيء لازم تهيئوا مكان لدراستكم، خدموا مكان هكذا يكون هادئ، يكون جميل مثل ما عم تشوفوا في الفيديو. يكون مكان هادئ، يكون مكان بعيد على الفوضى، يكون مكان يعني تقدروا ترتاحوا فيه وتقدروا تراجعوا فيه وتقدروا تقرأوا فيه وتقدروا كذلك تستقبلوا المعلومات فيه بكل بساطة. ثاني شيء والأهم شيء أنكم تكونوا مستعدين للدراسة، وتكون الدراسة عن إرادة، يعني تكون عندكم إرادة قوية وأنتم راح تقرأوا لأنكم حابين تقرأوا، مشي بالسيف عليكم أنكم تقرأوا. لأنه إذا كنت حدير حاجة في حياتك ولا أي حاجة حديرها وأنت مش مقتنع بها، مش راح تقدمها بأتم الكلمة. ثالثا، حاولوا كيفاش أنكم تنظموا أنفسكم بطريقة تخليكم وتساعدكم على الدراسة. مثل عم بتشوفوا في الفيديو قدامكم، حاولوا أنكم تنظموا كل أوراقكم اللي تحتاجوها للدراسة، حاولوا أنكم تنظموا كراريسكم وتنظموا دروسكم كلها اللي تحتاجوها، تحطوها على جنب وترقموها. هذا أول شيء، وهذا ثاني شيء، وهذا رابع شيء، وهذا خامس شيء. حاولوا أنكم تكتبوا المعلومات المهمة في أوراق بيضاء مثل ما عم تشوفوا في الفيديو. حطوا أوراق بالقلم الرصاص، اكتبوا معلومات مهمة، وإلا حاولوا تشدوا ورقة بيضاء وتكتبوا فيها برنامجكم الأسبوعي ولا برنامجكم اليومي للدراسة. مثلا في اليوم هذا أنا عندي صفحتين، 3 صفحات، 4 صفحات، مادتين أراجعهم ونكتبهم في هذيك الورقة. نشد هذوك الأوراق اللي عندي اللي مفروض أنه أنا نراجعهم، ونشد الأساسيات فقط وأنا نكتبهم في هذوك الأوراق البيضاء. طبعا نكتب الأشياء ولا المعلومات ولا يعني الملخصات اللي أنا نحسهم أكيد رح ينفعوني ونحسهم أكيد مهمين لي. تحتاجوا قلم مثل هذا ولا سورلينوغ، سطروا على كل المعلومات اللي تحسوها انها مفيدة، وإلا سطروا على العناوين اللي تحسوها اكيد يعني انتم محتاجينها او انتم ضعيفين فيها او انتم ما عندكمش معلومات كافية عليها. سطروا بألوان مختلفة. اذا كان عندكم ورقة واحدة، سطروا على عناوين انتو لسه ما قريتوهاش مثلا باللون البرتقالي، وعناوين باللون الاصفر اللي جاتكم صعيبة ولا اللي انتم يعني كملتوها وقريتوها وخلاص تهنيتوا منها. ممكن انكم تحطوا العناوين في دائرة اللي هذه العناوين انتم محتاجينها ولا عندكم ضعف فيها ولا محتاجين انكم تتعمقوا فيها اكثر فاكثر. المعلومات المهمة كذلك ممكن انكم تسطروا تحتها باللون الاحمر. وهكذا راح يكون الورقة نتاعكم تكون منظمة أكثر وتفتح نفسيتكم للدراسة. كيفاش راح يكون تحدي الدراسة معي؟ تحدي الدراسة راح أنا أتحداكم وأنتم تتحدوني في الدراسة. كيفاش؟ اللي عندها حساب على الانستغرام تابعني على حسابي على الانستغرام اللي موجود أسفل الشاشة. ثاني شيء، حساب التحدي الدراسة راح يكون تحدي وطني. طبيعة الحال أنا حطيت ستوري على الانستغرام ولقيت أنه كثير من البنات حابين أنهم يشاركوا بهذا التحدي، والتحدي راح يكون وطني مع جميع التخصصات وجميع المستويات. طبيعة الحال لا يهم مستواك ولا يهم يعني تخصصك. طبيعة الحال لازم
يكون فقط أنت حابة تشاركي وعندك إرادة وحابة تشاركي في هذا التحدي اللي موجود هنا. بطبيعة الحال لازم نديروا برنامج للدراسة. إيش هو هذا البرنامج للدراسة؟ برنامجنا للدراسة بقى لنا 5 أيام فقط باش نقرأوا فيهم. لازم ننظموهم ونبدأ بهم، ونبدأ بطبيعة الحال بالدروس ولا بالمواد اللي نحسوهم إنهم راهم قراب، ونحسوا إنه مازال ما اللي مازال يعني ما بديناهمش وما قريناش فيهم بطبيعة الحال.